السلام عليكم. في الفيديو ده كل كلامنا هيكون عن الدوال المنطقية وكمان الدوال الشرطية، وهعرفك استخدام كل دالة بشرح بسيط جدا. بس يا ريت قبل ما تكمل الفيديو ترجع تشوف فيديو هتلاقيه موجود في وصف الفيديو، هيقولك على الخطوات اللي هتساعدك في إتقان أي دالة أيا كان نوعها. وقبل استخدام كل دالة من الدوال ديت لازم تكون عارف العلامات دي كويس جدا، لأن العلامات دي بتكون جزء أساسي في الدوال المنطقية. يساوي، لا يساوي، أكبر من، أكبر من أو يساوي، أصغر من، أصغر من أو يساوي. وركز في ديت أكبر من وديت أصغر من. أول دالة معانا هي دالة F، بستخدمها لو عايز أضيف قيمة معينة في حالة تحقيق شرط ما، وقيمة تانية في حالة عدم تحقيق الشرط ده. يعني مثلا ده جدول لإيرادات بعض المنتجات، وهنا بيقول لك لو الإيرادات أكبر من 15,000 خليها جيد. هبدأ أكتب الدالة بتاعتي يساوي، وبعدين F، وبعدين تاب، وهيبدأ يظهر المعاملات بتاعت الدالة. اللوجيكال تيست اللي هو الشرط، وتحديدا أنا عايز لو الإيراد ده أكبر من 15,000 يظهر القيمة دي. القيمة ديت اللي هي ال value if true، يعني لو الشرط ده اتحقق هيظهر القيمة دي، وتحديدا good. ولو غير كده، لو الشرط ده متحققش أنا عايزه يسيبها فاضية. وبعدين أقفل القوس وأضغط Enter، وهبدأ أنسخ المعادلة ديت لباقي الخلايا. خد بالك من حاجة، إن القيمة ممكن تكون معادلة أو خلية أو رقم أو نص، بس لو نص لازم تتأكد إنه ما بين علامتين تنصيص سواء كان عربي أو إنجليزي. وفي حاجة تانية لازم تاخد بالك منها، إن أنا مثلا وأنا بكتب المعاملات بتاعة الدالة، خد بالك أنا دلوقتي في ال value if true، لو ضغطت سيمي كولن البرنامج هيفهم إن أنا خلاص تجاوزت المعامل ده وعايز أكتب المعامل اللي بعده، وهيحول المعامل اللي بعده لبولد. ده كده بالنسبة لدالة if. دالة and بستخدمها لو عايز اتحقق من ان الشروط كلها متحققة، يعني لو الشروط كلها تم تحقيقها فالنتيجة بتكون true، ولو في شرط من الشروط ديت ما تمش تحقيقه فالنتيجة بتكون false. تعال نشوف مثال. يساوي، وبعدين and tab، هيبدأ يظهر لي المعاملات بتاعة الدالة، ودي مكونات الدالة. تقدر تضيف شروط كتير زي ما انت عايز. مثلا هنا انا عايز اتأكد من ان سي 16 بتساوي طول، ولازم طول ديت تكون ما بين علامتين تنصيص، وكمان سي 17 بتساوي طول، فهكتب سي 16 بتساوي طول، وكمان سي 17 بتساوي طول، واقفل القوس. النتيجة اديها لي ترو لأن الشرطين متحققين، أما لو في شرط واحد بس فيهم مش متحقق فالنتيجة هتكون فولس. تعالى مثلا نجرب ونخلي سي 17 بتساوي شورت، اداني فولس لأن في شرط ما اتحققش. أيوة، في فعلا في شرط اتحقق، بس برضه في شرط ما اتحققش، لأن دالة and بتعتمد على إن الشروط كلها متحققة. ده كده بالنسبة لدالة and. تعال نشوف دالة or. دالة or هنا مفيش إن الشروط كلها تكون متحققة، لو شرط واحد بس على الأقل اتحقق فالنتيجة هتكون true، أما لو مفيش ولا شرط اتحقق فالنتيجة هتكون false. تعال نشوف مثال. يساوي or، وبعدين tab، نفس مكونات دالة and، بس الفرق اللي ما بين and و or ان اور هنا ما بتعتمدش على ان الشروط كلها تكون متحققه، لو شرط واحد اتحقق على الاقل فخلاص النتيجه بدها لك ترو، اما لو ما فيش ولا شرط اتحقق فالنتيجه هتكون فولس. تعال نجرب ونشوف سي 18 بتساوي ميديوم وسي 19 بتساوي طول. واقفل القوس وانتر. قال لي ترو، لان الاتنين فعلا متحققين، اما لو في واحد فيهم مش متحقق فالنتيجه هتكون فولس. ده كده بالنسبه لداله اور. اما دالة نوت بقى بتجيب لك عكس النتيجة، يعني لو النتيجة ترو هيجيب لك النتيجة فولس، ولو فولس هيخليها ترو. تعال نجرب مثلا. يساوي نوت
دالة نوت بتتكون من معامل واحد بس، لوجيكال، وأنا عايز أجيب عكس النتيجة دي، وأضغط إنتر. رابع دالة معانا هي دالة الإف ايرور. دالة الإف ايرور ديت بنستخدمها لو في خطأ في القيمة وعايزين نتجاوزه ونستبدلها بقيمة تانية غير الخطأ اللي ظهر. إذا من خلال الدالة ديت تقدر تتجاوز كل أنواع الأخطاء. مثلا هنا ظهر عندي خطأ النيم، وده نتيجة إن أنا تقريبا كتبت اسم دالة غلط. فهاجي بعد يساوي، وبعدين أضغط الإف ايرور، وبعدين تاب. أول حاجة في المعاملات بتاعة دالة الإف ايرور اللي هي الفاليو. الفاليو ديت اللي هي القيمة اللي فيها خطأ، وتحديدا الإي دي. أنا كاتب اسم الدالة غلط. ماشي، لو القيمة ديت كان فيها فعلا خطأ، عايز اللي يحصل؟ عايزك تكتب لي مثلا، تخلي لي الخلية دي فاضية واقفل القوس. إذا لو في خطأ فهيظهر لي القيمة اللي أنا كتبتها، وتحديدا هيسيبها لي فاضية، واضغط انتر. تعال بقى نشوف دالة ال FNA. أحيانا بنكون عايزين نخفي كل الأخطاء بدالة ال F error، بس برضو أحيانا بنكون مش عايزين نعمل ده، لأن في بعض الأخطاء بتكون مفيدة وبتعرفنا إيه هي المدخلات الغلط، بس عايزين نخفي خطأ ال NA. وللعلم الخطأ ده بيظهر في حالة لو أنت بتدور على قيمة معينة وهي مش موجودة، فبتستخدم دالة ال FNA علشان تخفي الخطأ ده. تعال نشوف مثال. هنا مثلا الخطأ ده ظهر نتيجة إن أنا كنت بدور على قيمة والقيمة ديت مش موجودة، فأنا عايز أخفي الخطأ ده. بعد يساوي، وهكتب ال FNA، فأنت بتقوله لو القيمة ديت خطأ فاظهر لي مثلا إن الخلية ديت تكتب لي فيها مثلا غير موجود. وأقفل القوس وأضغط إنتر. طبعا أنا عدلت من الفورمولا بار، وطبعا في كذا طريقة للتعديل. لو مش عارف الطرق ديت ارجع شوف الفيديو التالت في الكورس. في معلومة مهمة جدا لازم تكون عارفها. لو خدت بالك أنا بكتب ما بين المعاملات سيمي كولن، ما بضغطش فاصلة. ممكن يبقى عندك فاصلة، طب ده تعرفها ازاي؟ ده بتعرفها عن طريق وصف الدالة، بيظهر لك إن كان فاصلة أو سيمي كولن. وعامة لو أنت عايز تغير مثلا الفاصلة لسيمي كولن أو سيمي كولن لفاصلة، من إعدادات التاريخ والوقت. سادس دالة معانا هي دالة ال FS. دالة ال FS اللي هي نستد اف أو اف المتداخلة. لو أنت مشترك في اوفيس 365 فأكيد هتلاقيها عندك، وتم إضافتها في اوفيس 2019. أما لو كنت شغال في اوفيس 2016 أو 13 أو 10 أو أقل فأكيد مش هتلاقيها موجودة عندك. من خلال الدالة دي تقدر تختبر 127 شرط مختلف، ده الحد الأقصى. تعال نجرب. يساوي، وبعدين FS، تاب، وهيبدأ يظهر لي المعاملات بتاعة الدالة. أول حاجة اللوجيكال تيست 1، وبعد كده الفاليو اف ترو لللوجيكال تيست 1 ده، وبعدين لوجيكال تيست 2، وبعدين فاليو اف ترو 2، وهكذا 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 لحد ما نوصل لل 127 شرط. طبعا أنا مش محتاج 127 شرط ولا حاجة، أنا هنا محتاج بس 3 شروط. لأن أنا عايز أقول لو طوله أكبر من أو يساوي 190 يكتب لي طول، ولو أكبر من أو يساوي 170 يكتب لي ميديوم، ولو أكبر من أو يساوي 150 يكتب لي شورت. أنا مثلا عايز لو البي 16 أكبر من أو يساوي ال 190 يكتب لي تون، ولو البي 16 أكبر من أو يساوي ال 170 يكتب لي ميديوم، ولو بي 16 أكبر من أو يساوي ال 150 يكتب لي شورت. وأقفل القوس وأضغط انتر، وأبدأ أنسخ المعادلة بتاعتي لباقي الخلايا، وهي دي دالة ال FS. أما دالة السويتش دايما أنا بشوف إنها أقرب للدوال البحثية أكتر من الدوال المنطقية، وفي شايف إنها أفضل من نستد اف أو اف المتداخلة. على كل حال هما بيدونا نفس المخرجات، من خلالها بتدور على نتيجة لقيمة معينة، وهي من ضمن الدوال الجديدة اللي تم إضافتها في أوفيس 2019. تعال نشوف مثال. يساوي،
وبعدين سويتش تاب، وهيظهر لي المعاملات بتاعة الدالة. أول حاجة عندي الإكسبريشن اللي هي القيمة اللي أنت عايز النتيجة بتاعتها، وتحديدا أنا عايز القيمة اللي في الخلية دي، وبعدين سيمي كولن، وهدخل الفاليو الأولانية اللي هي القيمة اللي بدور عليها. لو القيمة اللي أنا موجودة هنا طلعت دي، فأنا عايز أخلي النتيجة بتاعتها تول. طيب لو طلعت القيمة دي، خلاص أنا عايز أكتب لي برضو تول. ولو طلعت ديت 175، فأنا عايز يكتب لي ميديم. ولو طلعت 193 يكتب لي تول. ولو طلعت 175 يكتب لي شورت. واقفل القوس واضغط انتر. هنا قال لي 175 فجاب لي ميديم. فانت لازم تحط الشروط كلها. تقدر تضيف ارقام تانية براحتك حسب ما انت بقى عايز. مثلا عايز اجيب ال 190، فاشوف هكتب لي ايه، اكتب لي تول. ده كده بالنسبة لدالة سويتش. غالبا كده انا شرحت كل الدوال المنطقية. تعال نتأكد من تاب فورمولا، وبعدين اللوجيكال اللي هي الدوال المنطقية. هيظهر لك كل الدوال المنطقية الموجودة في البرنامج. بس كده لسه في 3 دوال ما اتكلمتش فيهم، اللي هي دالة فولس ودالة الترو ودالة الاكس او ار. هقول لك على استخداماتهم بشكل سريع، لان المفروض ان اقول لك 6 دوال تانيين ليهم علاقة بشروط. دالة ترو ودالة فولس ما لهمش معاملات زي دالة توداي. بتفتح القوس وبتقفله تاني، وبيتم استخدامهم تحديدا في الدوال المتداخلة. وخد بالك ان الاكسل بيعتبر ان الفولس بتساوي 0 والترو بتساوي 1. اما دالة الاكس او ار شبيهة بدالة الاور، بس الميزة اللي هنا في الدالة ديت انها بتتعامل مع نطاقات مش بس خلايا. ممكن نبقى نعمل لها فيديو بعدين. كده احنا خلاص شرحنا الدوال المنطقية. تعال بقى نبص على الدوال الشرطية. ان شاء الله في اقل من دقيقتين هنكون خلصنا. اول دالة معانا هي دالة الكاونت اف. دالة الكاونت اف بتعد وفقا لشرط واحد بس. بمعنى لو انت عايز تعرف عدد حاجة معينة ما بين حاجات كتير، فهي الدالة ديت المفروض تستخدمها. يعني انا مثلا لو عايز اعرف عدد الكيبورد في الايتمز دي، هستخدم دالة الكاونت اف. يساوي وبعدين كاونت اف، وبعدين تاب هيظهر لي المعاملات بتاعت الدالة. اول حاجة الرينج اللي هو المجال اللي فيه الشرط اللي هو ده، والشرط بتاعي اللي انا عايز اعد بناء عليه اللي هي الكيبورد. ممكن اكتبها بشكل يدوي عادي، وبعدين اضغط انتر. قال لي ان عدد الكيبورد هنا 3. اما لو انت عايز تعد على اكتر من شرط او كذا شرط، فتستخدم دالة الكاونت اف اس. يعني انا مثلا هنا انا عايز اعرف عدد الكيبورد اللي موجودة في الايتمز ديت، واللي تحديدا ب 190 جنيه. هستخدم دالة الكاونت اف اس يساوي وبعدين كاونت اف اس، وبعدين تاب يظهر لي المعلومات بتاعت الدالة. اول حاجة الكرياتيريا رينج الاولاني اللي هو المجال الاولاني اللي هو ده، والشرط اللي انا عايز اعد بناء عليه في المجال الاول اللي هو الكيبورد. هكتب الكيبورد بشكل يدوي، كيبورد، وبعدين سيمي كولن، وبعدين ادخل الرينج بتاع الشرط التاني واللي هو الاسعار اللي هو ده، وبعدين سيمي كولن. انا عايز الاسعار اللي ب 190 جنيه، واضغط انتر. وكده هو قال لي ان عدد الكيبورد عندك اللي ب 190 جنيه هم 2 بس. تعال بقى نشوف دالة السم اف والسم اف اس. دالة السم اف بتعد بشرط واحد. يعني هنا مثلا لو عايز اجيب اجمالي اسعار الكيبورد بس، هستخدم دالة السم اف يساوي وبعدين sum if تاب يظهر لي المعاملات بتاعت الدالة. أول حاجة الرينج، والرينج بتاع الكيبورد اللي هو الايتمز دي، وبعدين سيمي كولن الشرط اللي أنت عايز تجمع بناء عليه اللي هو الكيبورد. فين هو بقى مجموع الرينج ده اللي هو ده، وبعدين أضغط انتر.
وكده هو جاب لي إجمالي أسعار الكيبورد. طيب لو أنت عايز تجمع بكذا شرط، يعني مثلا عايز تجمع أسعار الكيبورد ما بين كل المنتجات ديت وكمان اللي في تاريخ 15/6/2018 بس، هنا هستخدم تحديدا دالة السم اف اس يساوي sum fs، وبعدين تاب يظهر لك المعاملات بتاعت دالة السم رينج اللي أنا عايز أجمعه اللي هو ده، وطبعا اللي هيجمع بناء على الشرطين لو موجودين لو اتحققوا. الكرياتيريا الرينج الأولاني اللي هو ده، الكرياتيريا هنا اللي هي الكيبورد اللي هي B40، وزي ما قلت لك أنت ممكن تكتبها بشكل يدوي، وبعدين سيمي كولن، وبعدين الكرياتيريا رينج التاني اللي هو التواريخ اللي هي ديت، وبعدين سيمي كولن، وبعدين الرينج اللي هو B41، وهضغط أو أقفل القوس وبعدين أضغط انتر. وهو كده جاب لي أسعار الكيبورد اللي اشتريتهم في تاريخ 15/6/2018 بس. مش محتاج إن أنا أقول لك دلوقتي أو أشرح لك دالة الافريج اف والافريج اف اس، هما نفس مكونات دالة السم اف والسم اف اس. الفرق اللي ما بينهم إن دالة الافريج اف والافريج اف اس ديت بتجيب لي المتوسط، أما السم اف والسم اف اس بتجيب لي المجموع. لو عندك أي سؤال سيبه هنا في التعليقات وهنرد عليه. السلام عليكم. Free audio post-production by alphonic.com.